اكتشفت على أن هناك قومان غير يأجوج ومأجوج، قومان غير يأجوج ومأجوج، وهم الآن قد ربما خارج الست الذي بناه ذي القرنين، بدليل من القرآن الكريم. أقوام عايشين في قطر آخر غير الست الذي بناه ذي القرنين على يأجوج ومأجوج، والله أعلم. شوف، قال حتى إذا بلغ في الآية رقم 86، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس. شوف، بلغ أول حاجة مغرب الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. شوف، إذن أي العين الحمئة مغرب الشمس هذا. وبعدها ما قالوا كنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعلم الله إيش عمل معهم. قال أما من ظلم شكله حارب معهم أو قضى على المفسدين. القوم الآخر، الأقوام الأخرى، قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، إذا مغرب الشمس وبهان مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. هذا القوم الثاني، مغرب الشمس ومطلع الشمس. طيب القوم الثالث وهم يأجوج ومأجوج بين الستين، قال حتى إذا بلغ بين الستين. أين هما الستين؟ هل الستين هما مطلع الشمس ومغرب الشمس بينهم، أم المقصودة بالستين منطقة أخرى؟ استمعوا. قال حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما، شوف، ماء مثنى، من دونهما. ألف الاثنين هذا عايدة على من؟ عايدة على القوم الذي في مطلع الشمس ومغرب الشمس، وجد من دونهما شوف قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إذن القوم الذي بين الستين فوجد من دونهما قوما، من دون ايش؟ من دونهما. ألف الاثنين عائدة على من؟ عائدة على مطلع الشمس، على القومان الذين هما في مطلع الشمس ومغرب الشمس. أنا كلمتهم. طيب هل هؤلاء القومان الذي هما في مغرب الشمس ومطلع الشمس ما زالوا أحياء أم ذي القرنين بنى عليهم ستا؟ هل هؤلاء القومان الحين ثلاثة أقوى؟ القوم الذي في مغرب الشمس قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما، عند ظرف مكان، خلاص هذا القوم الأول. القوم الثاني قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. القوم الثالث بين الستين قال حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما ماء. ألف الاثنين قوما لا يكادون يفقهون قولا. إذن أنا فرضية سأبنيها في الثلاثة الأقوام هذا. وهل هؤلاء القومان الذين هما غير الذي بين الستين، غير الذي بين الستين قوم آخر، هل هؤلاء القومان ماذا عمل معهم ذي القرنين؟ هل حاربهم أم هم مفسدون أم لا؟ أم على أن هؤلاء القومان الذي هم في قطر في مغرب الشمس ومطلع الشمس ما زالوا أحياء ولديهم علاقة بالزلازل التي تحدث الآن؟ هل هؤلاء القومان الذي في مغرب الشمس ومطلع الشمس لديهم علاقة بالزلازل والبراكين الذي تحدث الآن في العالم؟ كيف لديهم علاقة بالزلازل والبراكين؟ بسبب الإشعاعات النووية التي يجروها اليهود في المحيطات، مما أثر على انتشار الإشعاع. هؤلاء الإفساد فيهم عن طريق إشعاعات. كيف؟ أنا قلت لهم لديهم علم إشعاع، يعملون على إثارة البراكين والزلازل. الخلاصة يريدون أن يدمرون الأرض وطبقات الصخور الرسوبية لسلالة الأنبياء والرسل، ولديهم وسائل معيشية أخرى للتكيف، أو ما يسمى الآن بالأقمار الصناعية، أو ما يسمى بعملية التكييف. الآن في مصانع في كندا في أوروبا
بدل ما يصير يزرع لك جربه يفعل لك طبقة تراب هنجر ارتفاعها 20 متر. يفعل في كل متر و20 طبقة من التراب. الطبقة هذا 50 سنتي تكفي، قسمها 40 متر. يفعل داخل الهنجر 4 طبقات من التربة، وكل طبقة متر و20 للطماط، وينتج. بنفس الكيفية هؤلاء الأقوام لديهم تكيف بيئي للحياة، ويريدون أن يدمرون الصخور الرسوبية وإثارة البراكين لإنهاء ذرية الأنبياء والرسل، حاقدين عليهم. طيب ما أصلهم هؤلاء الأقوام؟ ما أصلهم هؤلاء الأقوام؟ الموضوع كبير جدا، والموضوع مطروح العلماء المسلمين يردوا علي، وليس افتكار، ولكن إن كان هناك فكرة أفضل فليتفضلوا. أنا لدي فكرة. هذا تعتبر الفرضية الأولى في عملية الأقوام الثلاثة التي عثر عليهم ذي القرنين. هناك قومان غير يأجوج ومأجوج، وهم الآن أحياء، لهم علاقة بالزلازل والبراكين التي تحدث في العالم. والإمام الحجة أو الخليفة اليماني الذي عنده علم الكتاب هو الذي سيخرجه الله لعلاج الزلازل والبراكين التي لها أثر بالزلازل والبراكين الإشعاعات وارتباطها بالأقوام الذين هم في مطلع الشمس ومغرب الشمس. والخليفة اليماني عنده علم الكتاب وسيعالج الزلازل والبراكين ويقضي على هؤلاء الأقوام كامل. المرحلة خطيرة جدا، ورأيي يقدمه للعالم وليس وحيدا، وإن كان هناك ردا فليردوا. وأنا أكررها في الأخير: 3 أقوام عثر عليهم ذي القرنين، 3 أقوام. الآية الثالثة تؤكد العطف أو الضمير المرتبط أو مع الموصول أو ألف الاثنين. شوف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئاء ووجد عندها قوما. خلاص، العين الحمئاء وجد عندها قوم. القوم الثاني: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. خلاص، من دون الشمس سترا. هذا القوم الثاني. القوم الثالث تأكيدا على أن هذا القوم غير هؤلاء الأقوام، غير مغرب الشمس ومطلع الشمس، القومان اللذان هما في مغرب الشمس ومطلع الشمس. قال: حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما ما من دونهم. تمام، لها حالة عربية كثيرة. أيوة، من دونهما. من دون إيش؟ من دونهما. من هم الماء؟ الماء هي عائدة على مطلع الشمس، على القوم الذي هما في مطلع الشمس والقوم الذي غيرهم. إذن هؤلاء القوم الذي بين الستين غير القومان الذين هما في مطلع الشمس ومغرب الشمس. حتى إذا بلغ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج. أيوة، المرحلة كبيرة جدا. وفرضيات العصفري في يأجوج ومأجوج هي 49 فرضية قدمت أنا فرضية واحدة. الأولى هذه الفرضية، الثانية نظري، وغدا إن شاء الله سأجيب لكم الفرضية الثانية عملي. الفرضية الثانية هذا تعتبر الفرضية الأولى نظري شرح، غدا أجيب لهم الفرضية الثانية عملي مع الرسم البياني بالأقدار وكيف عمل معهم ذي القرنين. وإذا كان هناك رد من علماء العالم تفضلوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.